Sallu ala Nabi Muhammad. Ilailas tulil firdausi ala pala aqwa ala naril jahimi pahabalita batau afkir zunubi wa innaka ghafiruz zambil azimi
ودعنا أهالينا صلوا على النبي محمد. ربه بذكرك أعرف ذاتي ربه بذكرك أعرف ذاتي حين
أنادي يا مولاي هب لي هدايا أنت رجايا هب لي هدايا أنت رجايا ربه بذكرك أعرف ذاتي ربه بذكرك أعرف ذاتي حين أنادي يا مولاي هب لي هدايا أنت ربه بذكرك أعرف
Rabbi 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 qalbi yunadi ya Rabb ya Rabb ya hadi ya Rabb ya Rabb qalbi yunadi ya Rabb ya hadi ya Rabbi ya Rabbi Rabbi ya Rabbi ya لست أرجو غير أني في القيامة تعفو عني لست أرجو غير أني في القيامة تعفو عني Rabbi 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 qalbi yunadi ya Rabb ya Rabb ya hadi ya Rabb ya Rabb qalbi yunadi ya Rabb ya Rabb ya hadi ya Rabbi ya Rabbi Rabbi ya Rabbi ya وفي القيامة أرجو السلامة وفي الختامة جنة عدن وفي القيامة أرجو السلامة وفي الختامة جنة عدن Rabbi 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 qalbi yunadi ya Rabb ya Rabb ya hadi ya Rabb يا رب qalbi yunadi ya Rabb ya Rabb ya hadi ya Rabb Rabbi ya Rabbi Rabbi ya Rabbi ya Rabb. صلوا على نبي محمد Wahai Tuhanku, aku bukanlah orang yang pantas masuk sorga, tetapi aku juga tidak kuat dengan api neraka. Karena itu, berikan padaku kemampuan bertobat dan ampuni dosa-dosaku. Karena hanya Engkaulah yang dapat memberikan maaf atas dosa-dosa yang besar.
Ilahi lastulil firdausi a'la Fala aqwa ala خير الصديق صديق سيد الخلفاء نرجو من فضل المولى أنعم لنا بشفاء يا صلي على حبيبك المصطفى سلم يا ربي على حبيبك المجتبى سلم يا ربي على نبيك المجتبى نرجو من فضل المولى أصلح به حالنا مولاي صل على نبيك المصطفى سلم يا ربي على نبيك المجتبى سلم يا ربي على نبيك المجتبى البشير النذير سراج المنير البشير النذير وسراج المنير سيدنا محمد صلى الله عليه صلى الله عليه البشير النذير وسراج المنير البشير النذير وسراج المنير سيدنا محمد صلى الله عليه صلى الله عليه يشاء الله وجهه كالقمر قد نشاء الله وجهه كالقمر شرفه يتشار وأنا أدعي إليه وأنا أدعي إليه البشير النذير وسراج المنير البشير النذير وسراج المنير سيدنا محمد صلى الله عليه صلى الله عليه naril jahimi Wahabli taubatau waghfir dzunubi wa innaka ghafirudz dzambil azimi
وسلم وبارك عليه.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Wahai Tuhanku, aku bukanlah orang yang pantas masuk sorga, tetapi aku juga tidak kuat dengan api neraka. Karena itu, berikan padaku kemampuan bertobat dan ampuni dosa-dosaku. Karena hanya Engkaulah yang dapat memberikan maaf atas dosa-dosa yang besar. Ilahi tulil firdausi a'la, fala aqwa ala naril jahimi, fahabli batau wafir dunubi, wa innaka ghafirul dzambil azimi. Wahai Tuhanku, aku bukanlah orang yang pantas masuk sorga, tetapi aku juga tidak kuat dengan api neraka. Karena itu, berikan padaku kemampuan bertobat dan ampuni dosa-dosaku. Karena hanya Engkaulah yang dapat memberikan maaf
atas dosa-dosa yang besar.
يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشراق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أحلى الورى منطقا وأصداق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعوى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك السلام عليك أتقى الأتقياء. السلام عليك السلام عليك
السلام السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك وسلم وبارك عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا
فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه إحسانه صلى الله عليه وعلى مجده وعد ما شانه خلق الخلق لحكمة وادعى عليها علمه وبسط له من فائد المنة مجرت به في أقداره القسمة صلى الله عليه وأرسل إليه أشرف خلقه وجل عبيده رحمة لعل قد ردته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت أثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب صلى الله عليه وما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فدعت بوجودها كناف الوجود وأغرى رزد برد العوالم بطراز التكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم
وبارك عليه وعلى آله تجد الحق في علم قدسه الواسع صلى الله عليه انتشار فضله في القريب والشاسع صلى الله عليه حشر أفراده بتعداد اللهم صل عليه ولا يمل تكراره بكثرة درداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان صلى الله عليه شرف في وجوده الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سابق فضل الله على هذا الحبيب يا لقلبي سروره قد توالى بحبيب عم الأنام نالا يا قلبي سروره قد توالى بحبيبي عم جل من شرف الوجود بنور غمر الكون فجزا وجمالا في الحسن آل مقامي وتناهى في مجده وتعالى يا لحظاته العيون في من تلاته بشرا كاملا يزيح ضلال بحبيب عم الأنام نوالا يا لقلبي سروره قد توالى
رفعتها من شؤونه وكمالا يا لقلبي سروره قد توالى بحبيبي رب الأنام وهو من فوق علم ما قد رأته رفعة من شؤونه وكمالا يا لقلبي سروره قد توالى بحبيبي محمد فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار في تعقل معانيه الجنان صلى الله عليه وانتشر به عن البطون والظهور ما ملأ الوجود خلقيا نورا فتبارك الله من إله كريم بشرت آيات في ذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وما جاءته هذه البشارة وأدركها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة ضارب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان صلى الله تسقط بها عليه في الصدور من الإيمان قاعد وتنوه على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهد صلى الله عليه وأشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله صلى الله عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا صلى الله عليه فكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا قمرا منيرا فما أعظمها من بنت تكرم الله بها على البشر وما أوسها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر اللهم صل وسلم وأجب بأجل صلوات وأجمعها وأزكى تحيات وأوساعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في غلقة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمات لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلى الله عليه صلاة
بها روح المصلي عليه به فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حسبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا سهوة المجد بقربه وتفيأوا ذلال الشرف الأصلي بوده وحبه بادر الأكوان بنشر ذكراه نسيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أما بعد، فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم، نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة، فانفلقت بيضة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين وفي الكمال المطلق والحسن التام والزين، فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأصلاب الكريمة والبطون، فما من صلب ضمة إلا وتمت عليه من الله النعمة. فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف به موطن استقراره وموضع خروجه، وقد قضت الأقدار الأزلية بما قضت وأثرت من سر هذا النور ما أظهرت، وخصصت به من خصصت، فكان مستقره في الأصلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر، ونورا حير الأفكار ظهوره وبهر، فتعلقت همة الراكب لهذه الحروف بأن يركم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف. وإن كانت الألسن لا تفي بعشر معشر أوصاف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين. وإلا فأنا تعرب الأقلام عن شؤون خير الأنام، ولكن هزني إلى تدوين ما حفظته من سير أشرف المخلوقين وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين. وباقيت رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين، داعي تعلق بهذه الحضرة الكريمة ولاعج تشوق إلى سماع أوصافها العظيمة. ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع، فيدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع ويتروحان بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم واشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. مرحبا يا نبي سلام عليك مرحبا يا رسول سلام عليك مرحبا يا نبي سلام عليك مرحبا
كل من صلى إمام الرسل يا سندي أنت ضرائبي معتمدي يا حبيبي إمام الرسل
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وقد أنا للخالق لم يخف مرحك في لنا مما استفاد والفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل صلى الله عليه التي أشان الشمائل وأناسنا نثبت ما بلغ إلينا بشأن هذا الحبيب من أخبار وآثار. الله عليه يتشرف بكتابة القلم والقرطاس وتتنزل في حدائق الأسماع والأبصار. وقد بلغنا في الحديث المشهور أن أول شيء خلقه الله النور المودع في هذه السورة صلى الله عليه نور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقدم صلى الله عليه. وقد أخرج عبد الرزاق بسناده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الشاء. قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول نبينا في الخلق وآخرهم في البعث. وقد زادت روايته بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا. ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية صلى الله عليه النور المبين أصلاب وبطون من شرفته من العالمين. فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم القديم إلى من خصصته بالتكريم وبه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذو القدر العظيم وأمه التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة صلى الله عليه. فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها فضمته أشياؤها بمعونة الله محافظة على حق هذه الدرة وصانها فعملته برعاية الله كما وردنا حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ولما ولا عللا حتى مر الشهر بعد شهر من حمله وقرب وقت بروزه إلى عالم الشهادة لتنبسط على لهذا العالم فيوضة فضله وتنتشر فيه آثار مجده الصميم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا نبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ذاك كباب طيبة مدينة نبينا طابت ثراها برسول محمد
كلامنا يا رسول الله من البعد وصلنا يا رسول الله لا لغيرك مقصدنا يا رسول الله عند بابك وقفنا يا رسول الله افتح بابك لنا يا رسول الله إني أحبك فاقبلنا يا رسول الله ذكرك شفاء لنا يا رسول الله ولقاؤك هو منانا يا رسول الله من بركاتك هب لنا يا رسول الله من بركاتك هب لنا صلى الله على محمد صلى الله اللهم صل وسلم وبارك عليه صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله اللهم صل وسلم وبارك عليه صلى الله صلى
الصدور. Suaranya. Sallallahu alaihi Muhammad. Wajahnya dinyalain. Sallallahu Allahumma sholli alaihi sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya habibi ya Muhammad ya Ya Habibi ya Muhammad ya arusal qafiqaini ya muayyad ya mumajjad ya Sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi yang keras. Sallallahu بمولد الهادي قد ضاعت الأكوان بمولد الهادي قد ضاعت الأكوان يا بهجة الدنيا يا نفحة الرحمن يا بهجة Maulidi Hadi, Ramadan
كله يسبح ويمشي في سرور وابتهاج بدور أسراك هذا الصراط والعيون به هذه الدرة المكنونة والجوهرة الموصونة والكون كله يسبح ويمشي في سرور وابتهاج بدور أسراك هذا الصراط والعيون متسوفات إلى بروزه متسوقات إلى التقاط جواهر كنوزه صلى الله عليه وكل دابة قريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة وما من حامل حملت في ذلك الآن إلا أتت في حملها بغلام من بركة والسعادة هذا الإمام ولم نزل الأرض والسماوات متضمخة بيد الفرائق ملاقات أصراف البرية وبروز من عالم الخفاء إلى عالم الدبر بعد تناكله في البطون والظهور فأظهر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة تشريف وتعظيم ببروز هذا البشر الكريم اللهم صل وسلم واشرف صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فحين قرب وان وقع هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تثيج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعد سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والقدرة كشفت قناع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور صلى الله عليه وأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السباط الممدود فحضرت بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق صبح الجمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله
محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولآله
كي فيك نسعد ونور الشام صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد محمد يا الله صلاة الله تغشى يا الله أشرف الرسل محمد يا الله ربي واغفر لي ذنوبي يا الله وسلام مستمر يا الله اغفر يا تجدد يا الله ربي واغفر لي ذنوبي الله محمد يا الله لعى البدر علينا من ثانيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع كن شفيعا كن شفيعا كن شفيعا يا رسول الله يوم حشر واجتماع طلع البدر يا رسول الله يا رسول الله وجب علينا ما دعا لله أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة
صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. Hadirin dimohon tetap berdiri. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya, dua. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dimohon duduk kembali. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وحين برز صلى الله عليه وسلم بن عمه برز في برفع إلى السماء معميا بذلك الرفع إلى أن الله شرف على مجده والسماء. وكان وقت مولده سيد الكونين من الشهور شهر الربيع الأول ومن الأيام يوم الاثنين. وموضع ولادته وقبره بالحرمين. وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد محزونا مخولا مقطوع السرة. تولد بذلك لشرف عند الله عيد القدرة. ومع بروز إلى هذا العالم ظهر من العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الحبائب. فقد ورد عن عبد الرحمن بن عوف عن أمه الشفاع رضي الله عنهما قال لما ولدت أمينة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع على يديه فاستهل سمعت قائلا يقول رحمك الله أو رحمك رب. فقالت الشفاع فدعا له ما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعض القصور الروم
قال ثم لبسته وجعته فلم انشا معشيته ظلمته ورعب وشريرة عن يمينه فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المغرب وأسرف ذلك عني ثم وعدني رعب وظلمة وشريرة عن يساري فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المشرق. قالت فلم يزال الحديث مني على بال حتى أفتح الله فكنت من أول الناس إسلاما وكم ترجمت السنة من عظيم المعجزات وباهر الآيات البينات بما يقضي بعدم شرفه عند مولاه وأن عين عنايته في كل حين ترعاه وأنه الهادي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا نبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجزل إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة وهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة وله مع سهولة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائص الأقوياء من البرية ومن نشر طيبه تعطرت الطرق والمنازل بعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل فهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقا عن زين الوجود أجملت في وصف الحبيب وشأنه وله العلا في مجده ومكانه أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم السها بعنانه وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده العلم من وقائع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم فحسن مني أن أمسك عنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام السلام عليك ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وبذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم
فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. حب أحمد قلبي سكن يا عيني، والفتى علي المعتمن يا عيني، وابني الحسين والحسن يا عيني. حب أحمد قلبي سكن يا عيني، والفتى علي المعتمد يا عيني. حب أحمد قلبي سكن يا عيني، والفتى علي المعتمد يا عيني، وابني الحسين والحسن يا عيني. حب أحمد قلبي سكن يا عيني، والفتى علي المعتمد يا عيني. حب أحمد قلبي سكن يا عيني، والفتى علي المعتمد يا عيني، وولي الحسين والحسن يا عيني. هني يا حويدر رفيقا يا عيني، أنا فيها وذاك الأغد يا عيني، ليس لي سواه حسابك يا عيني، ليس لي سوى روحي ثمن يا عيني. حب أحمد قلبي سكن يا عيني، والفتى علي المعتمد يا عيني. حب أحمد قلبي سكن يا عيني، والفتى علي المعتمد يا عيني، وولي الحسين والحسن يا عيني. من لنا إذا جرى زمن يا عيني، تتقي به قولا بحتى عيني، ومن لفاته أجد روحا يا عيني، من لفقده أجد روحا يا عيني. حب أحمد قلبي سكن يا عيني، والفتى علي المعتمد يا عيني. حب أحمد قلبي سكن
سيد الكونين يا سيد الكونين يا سيد الكونين يا علم الهدى يا من أتى بالمرسلين خدام
صلاة الله
berkat keduanya ridhoi kami semua. Dengan wasilah Habib Umar, sehatkanlah jiwa raga, jauhkan kami dari yang mungkar, Juga dari sifat gantinya. Sholli wa sallim maulaya ala syarafil anbiya bi muhyiddin ikram yahya asina minal balaya. Sahabat Habib Toha yang masyhur sumur keramatnya, anak cucu berkah umurnya, serta bermanfaat ilmunya. Habib Hasan sang panglima di medan juang, jaga kami dari maksiat, limpahi kami surat rahmat. juga wasilah datunya sang dermawan Habib Toha, tanamkan syukur di dada, sampaikanlah segala cita. Ampunilah dosa kami yang dulu maupun kini, berkah Habib Muhammad Qadir, janganlah kau ganti kami. Sholli wa sallim maulaya ala syarafil anbiya bi muhyiddin imam yahya asina minal balaya. Jauhkanlah dari sesat, lindungi dari petaka, berkah Habib Toha jua, kekasih sang Maha Esa. Oh, hubungan antar kami jadi baik hingga nanti, dengan berkah Imam Muhammad, kekasih Allah yang akan. Berilah kami syafaat kelak di hari kiamat, berkat Habib Syekh yang keramat, juru damai seluruh umat. Sholli wa sallim maulaya ala asyrafil anbiya bi muhyiddin imam yahya asina minal balaya. Anugerah nikmat terindah jumpa dengan Nabi Rahmat, berkah Imam Ahmad Yahya yang nasabnya penuh cahaya. Hidupkanlah hati kami dari lalai pada ilahi, pun dari sholawat Nabi, berkah Imam Yahya sang wali. Juga berkah leluhurnya, para sahadah yang mulia, jadikanlah husnul khatimah, penutup segala kisah. Sholli wa sallim maulaya ala asyrafil anbiya bi muhyiddin imam yahya asina minal balaya. Sholli wa sallim maulaya ala asyrafil anbiya bi muhyiddin imam yahya asina minal balaya. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi.
الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين والآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ على إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترضى الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين ولما ظنوا ما فكروا في ذرى الأصحاب المحمدية وقودا نتوجه إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يخرج على سعي فيه مشكورا وفعله فيه محمودا وأن يكتب عملي في عمل المقبولة نتوجه توجه الخالصات والسلات موصولة اللهم يا من إليه نتوجه ذو العمل فضعوض الغافرة وعلى الباب عزتي وتحد الرحال فتغشاها منه فيوضات الغامرة نتجهده إليك وأشرف الثقات لديك وسائل المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا الذين عمر رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعواتك الشاملة الأكبر الأكبر المحبوب لك بالمخصص بشرف الأفخر في كل موضع من مواطن القرب ومظهر قاسم امدادك في عبادك وشاقق عز إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين عبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل الحضرة الاقترابه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم نتوسل إليك بشرف المقام العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أدوارنا وتقلباتنا بجميع رعايتك وحسين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية عمالنا وتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقه من المعدين ولأهلك من الخافذين اللهم إن لنا عدما في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وذنونا جاملة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من المندين وتوجهنا به إليك المستشفعين وأن تقابلنا مذنبا منا بالغفران والمسيع بالإحسان والسائل بما سعل ومعمل بما عمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووله وظاهره يوما ببركته وشرفه وجهد أولادنا ووالدينا وعلى قدرنا ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة ومع الإسلام والإيمان بأهلها المعمورة معنى وسورة واكشف اللهم كربة المكروبين ويدين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التابعين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابشر العدل بولاد الحق في جميع النواهي والأقطار وأيدهم بتعيير من عندك ونصر عن المنافقين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا وفي حسن المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في عمل بطاعتك وصدق في خدمتك القائمين وإذا توفيتنا فتوفنا المسلمين المؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب لأسامي الأرواح والقلوب
وعلى آله وصحبه ومن إليه المنسوب وآخر دعوانا من الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا ختم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين الفاتحة أعوذ بالله السميع Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi ja'ala nahdlatal ulama'i jam'iyatan wa munazzamah. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin lil alamin rahmah wa ala alihi wa ashabihi ja'alana Allah wa iyyahum ma'an fil qiyamah. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, al-ulama, al-allamah, al-masyayikh, al-khusus di Maulana Habib Lutfi bin Yahya wa Habib Syarif Hidayatullah al-Husaini, Habib Lukman Yahya, Habib Ridha al-Attas, Habib Umar Syarif Yahya, Habib Bahauddin, Habib Hasan wa Ummina Salma. Yang terhormat Ketua PCNU Kota Pekalongan, beliau Bapak Kiai Haji Muhtaram SSA. Yang terhormat Ketua GP Ansor Fatayat Muslimat IPNU dan IPPNU. Yang kami hormati seluruh tamu undangan yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya sehingga kita dapat berkumpul pada malam hari ini di acara Malam Puncak Ngunduh Pahala Fest 2022 dengan tema Bebrayan ing Wulan Ramadan. Salawat serta salam semoga tak tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan syafaatnya kelak kita diakui sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita sudah melaksanakan peracara dengan pembacaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenankanlah kami selaku pembawa acara menyampaikan susunan acara pada malam hari ini. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua penyerahan hadiah lomba dalam rangka Ngunduh Pahala Fest tahun 2022. Acara yang ketiga sambutan-sambutan. Acara yang keempat Maidhah Hasanah, dan acara yang terakhir doa penutup. Mari kita buka acara pada malam hari ini dengan bacaan suratul Fatihah. Liridha'illahi ta'ala wa li niyatina as-salihah. Al-Fatihah. Semoga dengan bacaan surat Al-Fatihah acara pada malam hari ini dapat berjalan dengan lancar.
Ahlan wa sahlan para habaib yang dari tadi sudah duduk di ruang transit yang kita tunggu-tunggu kedatangannya, kita tunggu-tunggu melihat wajah-wajah yang mulia dari beliau-beliau al-habaib. Hadirin hadirat rahimakumullah. Selanjutnya adalah penyampaian pemenang lomba dalam rangka ngunduh pahala Fest tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Yayasan Jati Sumo Negoro bersama BC Ibnu dan IPPNU Kota Pekalongan dan BCPMI Pekalongan. Langsung saja saya berikan kepada rekan saya Muhammad Ziaul Haq. Baik, akan kami umumkan juara-juara di lomba dalam rangka ngunduh pahala Fest 2022. Yang pertama ada lomba puisi. Juara 3 dengan perolehan nilai 566 atas nama Amir Mirza Faza. Juara kedua dengan perolehan 575 atas nama Muhammad Muslih. Dan juara pertama dengan perolehan nilai yang cukup jauh 638 atas nama Fuad Ghazali. Selanjutnya juara Musabaqah Qiraatul Kutub kategori putra. Juara 3 diraih oleh Muhammad Syafan Rabuti dari Simbang Kulon dengan perolehan nilai 650. Dan juara 2 diraih oleh Hairus Z, alamat Pira Desa Kabupaten Pekalongan dengan nilai 655. Dan juara 1 diraih oleh Muhammad Ikon dari Sapuro Kota Pekalongan dengan raihan nilai 685. Dilanjutkan dengan kategori putri. Juara 3 ada Muflihah Sabrina dari Siwalan Kabupaten Pekalongan dengan poin 600. Juara 2 dengan perolehan 625 atas nama Indi Mazaya dari Wonokerto Pekalongan. Dan juara pertama dengan perolehan poin 630 ada Karimatan Nisa dari Petarukan Pekalongan. Dan lomba yang ketiga adalah lomba Banjari. Juara ketiga diraih oleh grup Samratul Asna perolehan nilai 542. Juara kedua diraih oleh Fatah Qadrun Nada dengan perolehan nilai 543. Dan juara pertama diraih oleh grup Salsabila Mustafa dengan perolehan nilai 561. Dan ada penghargaan khusus di juara Banjari. Ada penghargaan untuk jingle terbaik yang diraih oleh grup Koko Rono Tomo. Dan dimohonkan para juara bisa naik ke panggung. Langsung saja untuk keseluruhan. Nanti untuk penyerahannya tetap kami serahkan atau kami mohonkan kepada beliau para habaib satu persatu. Akan tetapi untuk para juara harap dimohon naik ke atas panggung secara bersamaan. Ada juara 1 puisi Fuad Ghazali, juara 2 M Muslih, juara 3 Amir Mirza Faza.
Dan dimohonkan untuk yang pertama dari juara MKK Putri, silakan bisa segera. MKK Putri juara 1 Karimatan Nisa, juara 2 Indi Mazaya, dan juara 3 Muflihah. Harap dimohon kepada 3 nama tersebut MKK Putri. Dan semuanya bisa mengikuti ya. Ya. Ini yang pertama akan diserahkan oleh, kami mohonkan kepada beliau Mamah Salma. Kepada MKK Putri segera menempatkan diri. Semoga MKK Putri kami sebut satu kali lagi, Karimatan Nisa, Indi Mazaya, dan Muflihah atau segera. Yang mewakili. Karimatan Nisa, Indi Mazaya, dan Muflihah atau yang mewakili. Semoga segera menempatkan diri. Dan para juara yang lain juga mengikuti di belakangnya, biar sekalian nanti penyerahan hadiahnya. Silakan bagi nama-nama yang dipanggil untuk naik ke atas panggung. Karimatan Nisa, Indi Mazaya, dan Muflihah atau yang mewakili. Sumonggo agar bisa dipercepat Dan mengingat panitia waktu yang untuk sudah menyiapkan dan panitia untuk trofi. segera menyiapkan hadiah kepada juara-juara kita. Monggo Mbak, silahkan naik ke atas panggung. Silakan bisa. Dari dengan siapa? Indi Mazaya. Boleh diwakilkan satu panitia. Indi Mbak, Mazaya perwakilan dari perwakilan satu, ayo. Dari PCIPP, enggak apa-apa. Ayo Mbak, perwakilan satu yang PP. Cepet. Ayo cepet, ayo Mbak. Juara 3. Juara 3 ada Muflihah. Semoga. Silakan Mama, bisa diserahkan hadiah untuk juara ketiga Muflihah dari Siwalan, Kabupaten Pekalongan. Sebuah momen yang luar biasa. Hadiah yang kami berikan adalah trofi, piala, ada juga sertifikat atau piagam juara, dan juga uang pembinaan. Juara 2 ada Indi Mazaya yang diwakilkan oleh panitia ini Mama. Monggo bisa salim Mbak Alia, monggo menolong. Sama kita ada piala dan juga sertifikat serta uang pembinaan. Dan juara pertama kita ada Karimatan Nisa dari Petarokan Pekalongan. Yes, monggo Mama bisa foto terlebih dahulu. Sekali lagi beri tepuk tangan buat juara kita. Dan pada momen yang luar biasa yang dihadiri oleh beliau Mamah Salma, kita doakan beliau senantiasa diberikan panjang umur. Ya. Untuk Mamah Salma bisa ya. Silakan untuk para juara bisa kembali ke tempat. Dilanjutkan dengan penyerahan hadiah juara yang kedua dari MKK Putra. Ada Muhammad Ikon, Khairuzat, dan M. Syafan Robiki. Untuk nama-nama yang kami panggil untuk segera menempatkan diri di atas panggung. Semoga. Dan untuk juara Musabakoh Qiraatul Kutub kategori putra akan
diserahkan, kami mohonkan kepada beliau Maulana Habib Syarif Al-Husaini untuk menyerahkan hadiah. Ya. Semoga panitia. Juara 1 juara 2 diraih oleh Khairuzat ya. Juara yang ketiga diraih oleh Muhammad Syafan Rabuti. Beri tepuk tangan pada juara kita bersama dan dimohon untuk foto bersama. Dipun aturi kembali ke tempat, monggo. Yang berikutnya ada lomba Banjari. Juara pertama Salsabila Mustafa, juara kedua Fata Kotrun Nada, juara ketiga Samrotul Asna, dan single terbaik Koko Rotomo. Silakan untuk perwakilan bisa maju ke atas panggung. Sekali lagi, juara pertama Salsabila Mustafa, juara kedua Fata Kotrun Nada, dan juara ketiga Samrotul Asna, serta sekaligus jingle terbaik ada Koko Rotomo. Salsabila Mustafa sudah naik, Fata Kotrun Nada, Samrotul Asna. Oh iya, silakan rekan. Dan kami mohonkan kepada beliau Maulana Habib Bahauddin bin Yahya bin Habib Lutfi, kami mohonkan untuk menyerahkan hadiah. Semoga Doro Habib untuk menyerahkan hadiah kepada lomba juara Hadroh Banjari. Dimulai dari juara ketiga yang diraih oleh Samrotul Asna. Dan sertifikat ya. Dan di lomba Banjari ini kita ada hadiah tambahan. Juara ketiga mendapatkan bas Banjari untuk juara ketiga. Ya. Dan juara kedua ada Fata Kotrun Nada Habib, mendapatkan trofi penghargaan, ada sertifikat dan uang pembinaan, serta satu set terbang, satu jodoh terbang, satu pasang terbang. Dan juara pertama ada hadiah piala jumbo
yang dimenangkan oleh Salsabila Mustafa. Ada piala, ada piagam penghargaan, dan juga sepasang terbang. Untuk terbang. Tepuk tangan semuanya. Bertepuk tangan untuk Salsabila Mustafa. Dan jingle terbaik. Ada hadiah styrofoam ya. Juara jingle terbaik Kokoro Tomo. Beri tepuk tangan untuk para juara lomba Hadroh Banjari. Kita berfoto dulu Habib. Monggo Habib. Iya. Terima kasih. Terima kasih Maulana Doro Habib. Bisa kembali. Dan kembali ke tempat untuk para juara. Dan untuk penyerahan hadiah ketiga ada lomba puisi. Juara pertama Fuad Ghazali, juara kedua M Muslih, dan juara ketiga Amir Mirza Faza. Untuk nama-nama yang dipanggil harap segera naik ke atas panggung. Ya, ada Mas Fuad, ada Mas Muslih, Mas Amir Mirza Faza. Mas Amir Mirza Faza mungkin bisa diwakilkan. Kami sampaikan terima kasih kepada Doro Habib yang sudah berkenan hadir. Dan kami mohonkan kepada Pak Haji Mutarom untuk menyerahkan hadiah. Ya, rekam monggo Mbak Aisyah sebelah sana, paling kiri. Ya, ada juara ketiga Bapak Haji Mutarom, ada Amir Mirza Faza yang diwakilkan oleh Uhti, kakaknya. Iya. Semoga. Sama ada trofi penghargaan. Dan dimohonkan para hadirin jangan pulang lebih dahulu. Setelah ini masih ada mau'idhah hasanah dari beliau Al-Ustadz Pak Yai Khalid Ma'rufi. Jadi jangan meninggalkan tempat terlebih dahulu. Dimohonkan kepada seluruh hadirin. Juara kedua ada Muhammad Muslih. Dan juara pertama ada dari rekan kita Fuad Ghazali dengan nilai yang sangat terpaut jauh. Dimohonkan sekali lagi kepada seluruh hadirin untuk tidak meninggalkan tempat terlebih dahulu karena acara belum selesai, masih ada mau'idhah hasanah dari beliau Al-Ustadz Romo Kiai Khalid Ma'rufi. Monggo foto bersama dulu Pak. Dan juga masih ada acara ramah tamah. Jadi kami sudah menyiapkan ramah tamah untuk para hadirin. Sampaikan terima kasih untuk. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Haji Mutarom yang sudah berkenan menyerahkan hadiah lomba puisi dan juga para pemenang. Acara berikutnya adalah mau'idhah hasanah yang akan disampaikan oleh beliau Al-Mukarram Romo Kiai Haji Abdul Khalid Ma'rufi MBD. Kepada beliau kami persilahkan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyid dan seluruh keluarga besar guru kita Maulana Al-Habib Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya
Kita doakan semoga beliau sekeluarga diberikan panjang umurnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita semuanya semoga diakui menjadi murid-murid beliau, amin ya rabbal alamin. Langsung kemawon karena ini sudah jam 12:30. Ini wonten sahur nggih? Dan wonten makan sahur. Teman-teman sekalian, malam ini kita tidak hanya sekedar mengadakan puncak acara yang tadi disebutkan oleh panitia, tetapi sekaligus malam hari ini kita memperingati haul guru kita Mbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Haul niku penting supados awak dhewe mboten kepaten obor, sehingga saged mangertosi tindak lampahipun para sesepuh, pemikiran-pemikiran para sesepuh, wabil khusus Mbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Niki sebagai bekal untuk ke depan, karena tantangan kita ke depan ini bukan semakin mudah, tetapi tantangan kita ke depan akan semakin berat. Paling tidak teman-teman sekalian, ada 5 tantangan kita ke depan yang harus kita persiapkan sejak dini. Pertama adalah tantangan kita soal budaya, karena adanya media-media sosial, baik Twitter, Instagram, Facebook, WhatsApp dan yang lainnya, tentu akhirnya kita paham baik budaya bangsa kita sendiri atau bahkan budaya dari luar, sehingga kadangkala kita ini terpengaruh dengan budaya-budaya dari luar. Oleh karena itulah jangan sampai kita orang Jawa tetapi hilang akan arti Jawa yang kita miliki. Yang kedua, tantangan yang nantinya akan kita hadapi adalah tentang teknologi. Sampai saat ini kita masih ada di teknologi 4.0, tetapi Jepang sudah ada di 5.0. Bangsa kita ketika melihat Rusia dan Ukraina perang, maka semua bangsa-bangsa Eropa dan bangsa Barat memberitahukan kepada kita tentang kekuatan militer mereka, dan betapa sedihnya kita ketika kita bangsa Indonesia kekuatan militernya masih jauh dari mereka-mereka. Oleh karena itulah ke depan kita jangan hanya menjadi penikmat teknologi, tetapi Anda sebagai generasi penerus Mbah Hasyim Asy'ari juga harus mampu menciptakan teknologi agar supaya kita tidak kalah dari bangsa-bangsa yang lain. Yang ketiga, tantangan ke depan kita adalah soal mata uang, dari konvensional kepada digital. Kita tahu bahwa Indra Kents kemudian ditangkap oleh Polri, dan Doni Salmanan juga ditangkap karena mereka ini rupanya bermain-main dengan uang digital.
Dan ke depan teman-teman sekalian, mungkin ketika kita melaksanakan transaksi jual beli sudah tidak menggunakan uang secara konvensional, tetapi sudah beralih kepada digital. Oleh karena itulah kita ini jangan sampai gaptek, jangan sampai tidak tahu, karena kebodohan kita akan mengakibatkan kita ditipu oleh segelintir orang yang kemudian menikmati kekayaannya yang luar biasa. Kemudian tantangan kita yang keempat adalah perang biologi. Seperti 2 tahun kemarin kita ada virus namanya corona, dan ini memang murni adalah perang biologi. Ada banyak hal sebetulnya yang bisa kita obrolkan bareng. Misalkan kita punya dokter namanya Dokter Terawan. Dokter Terawan ini orangnya istimewa, mampu membuat antivirus daripada corona namanya virus Nusantara. Tetapi sampai saat ini virus ini tidak keluar, tidak tahu kemana. Dan akhirnya Dokter Terawan dipecat dari ID. Ini yang kemudian membuat kita agak terbelalak mata kita, ada apa sebetulnya dalam dunia kedokteran kita, wabil khusus Indonesia. Kemudian yang kelima teman-teman sekalian, tantangan ke depan kita bangsa Indonesia adalah 1 makanan, 2 minuman, dan 3 adalah soal energi. Bangsa kita ini adalah bangsa yang besar, itu kita sadari. Tetapi makanan kita, minuman kita, dan bahkan energi yang ada di bangsa kita yang menikmati adalah orang luar. Diakui atau tidak, memang kenyataannya seperti itu. Leres napa mboten? Minuman kita ada minuman namanya Aqua. Aqua yang menguasai adalah Danone, dan Danone ini milik Prancis. Alhamdulillah di Pekalongan ada 1 merek minuman yang saat ini sudah mulai merakyat. Kira-kira disebut apa gak Mas? Boleh ya? Alfu, minuman Alfu. Ya, minuman dari pondok pesantren Al-Fusha. Di bawah pimpinan panjenenganipun Bapak Ki Haji Dzilqon. Ini yang sudah mulai merakyat. Tetapi ini belum naik ke level nasional. Jadi teman-teman sekalian, minuman kita, makanan kita, dan energi kita yang ada di Indonesia ini belum seutuhnya dieksplor oleh kita sendiri, tetapi sudah dinikmati oleh bangsa luar. Anda yang orang Batang, mohon maaf, mungkin di tahun 2024 Batang ini ada 1 kawasan industri kawasan industri Batang yang luar biasa. Ada sekitar 4.000 hektar yang nantinya akan menjadi kawasan industri yang katanya terbesar se-Asia Tenggara. Kalau Batang menjadi pusat teknologi, pusat industri, kira-kira Pekalongan ada imbasnya apa enggak? Pasti ada imbasnya. Dan ingat, budaya jangan sampai hilang, adat istiadat jangan sampai hilang, toto kromo kita sebagai orang Jawa jangan sampai hilang. Adanya industri tentu akan merubah semua pola pikir. Kadang yang tadinya masih mukhlisina lahuddin, tetapi karena adanya industri maka keikhlasan akan terkikis sedikit demi sedikit. Oleh karena itulah ada 5 tantangan kita ke depan. 1 soal budaya, 2 soal teknologi,
ketiga soal mata uang, kemudian yang keempat soal biologi, yang kelima makanan, minuman, dan energi. Bisakah kita mempertahankan 5 hal ini? Jangan sampai direbut oleh orang luar, tetapi kita yang harus bisa menggarap itu semua, sehingga kekayaan bangsa kita ini tidak diambil oleh orang luar, tetapi digarap oleh kita sendiri, dan hasilnya untuk kita bangsa Indonesia. Pertanyaannya adalah, mampukah kita melakukan itu? Jawabannya ada dalam diri kita masing-masing. Oleh karena itulah, kalau kita niru semangat nasionalismenya Mbah Hasyim Asy'ari, seharusnya kita sebagai generasi muda tidak mengecewakan kepada beliau. Oleh karena itulah, sekali lagi melalui momen pada malam hari ini yang luar biasa, ayo awake dhewe rawe-rawe rantas. Kita yang ngajinya belum bisa ngaji sing bener tenan. Mbah Hasyim Asy'ari itu organisatoris, tetapi tidak meninggalkan ngajinya. Halo. Nggih, Mbah Hasyim Asy'ari ini organisatoris, tetapi tidak meninggalkan ngajinya. Ngapunten, tidak meninggalkan ngajinya karena beliau adalah seorang ulama, punya santri. Kalau ada ulama punya santri, maka tidak hanya sekedar organisatoris yang diurus, tetapi beliau juga mengurus para santri, dalam tanda kutip ngaji. Mula kapan awak dewe hanya sibuk dengan organisasi tetapi tidak mau ngaji, berarti sampean cintanya kepada Mbah Hasyim Asy'ari cintanya cinta palsu. Karena Mbah Hasyim Asy'ari bukan hanya mengurusi organisasi, tetapi beliau juga ngaji. Maka jadilah generasi muda Nahdlatul Ulama, ngurusi organisasi jalan, tetapi ngajinya tetap istiqomah. Amin ya rabbal. Semoga apa yang bisa saya sampaikan memberikan manfaat kepada kita semuanya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Romo Kiai Khalid Ma'rufi yang sudah memberikan maudhu hasanah kepada kita di malam yang sangat berbahagia ini. Marilah kita tutup acara pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.